السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة جالكم فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. يلا بينا نسمي الله ونشوف النهاردة هنعمل إيه. بصوا بقى، النهاردة قررت أعمل في البلكونة دي دولاب، يعني حاجة كده ما حصلتش. أنا عندي كان عندي الدولاب ده متفكك طبعا، يعني كل حتة لوحده كده، هو عبارة عن مواسير. بقاله فترة قوي، يعني فترة كبيرة كبيرة قوي. مش متركب وانا مش مستغلياه ومركون في المخزن. فقلت ليه لا بقى اطلعه واعمل منه دولاب، مش اعمل منه يعني اعمله دولاب زي ما كان معمول، والم فيه بقى الحاجات. بصوا بصوا كمية الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، كل ده هلمها في الدولاب ده واحطه في البلكونة دي، ويلم لي كل الحاجات اللي مش عايزاها. بصوا، انا ايه طبعا، يعني انا استعنت بصديق عشان طبعا ارجعه زي ما كان ونركبه، لانه هو عبارة عن مواسير كده بتدخل في بعضها. فالحمد لله ركبته وهو له كفر كده، بصوا زي بيبان او ستاير، وفيها حاجة تحت متقلاها فالهوا ما يطيرهاش يعني ولا اي حاجة. وبقى دولاب يعني مية مية. هنا بقى قررت ان انا احط فيه مثلا الدولاب ده بره، يعني في دول كتير بيبقى عاملين دولاب زي كده. اول ما تدخلي من الباب الشقة او من باب البيت يحطوا بقى، وبالذات الدول اللي هي باردة قوي، يحطوا مثلا يعلقوا الجواكت، ما يبقاش في كمية جواكت رهيبة كده زي ما بنشوفها في الأوض ولا تملى الدنيا. نحط فيه مثلا، انا فكرت مثلا هنحط الجواكت بقى، بس ان شاء الله في الشتاء لما يرجعوا الولاد من المدرسة يعلقوا الجواكت وهو متغطي وفي حتة امان وكل حاجة. ونحط فيه كمان شنط المدرسة، واقعين فيه البين باج اللي عامل لي زحمة طبعا، ولما احتاجه ابقى يعني منين ما نحتاجه نبقى ناخده من هنا. فبصراحة هي يعني هيفوقني، هيديني مساحة كبيرة قوي في الأوض، بدل ما هي البين باج مكركبها والشنط المدارس. وزي ما قلت لكم بقى، في الشتاء ان شاء الله اللي يجي يخلع جاكته وهيروح بيه المدرسة الصبح على خير كده، ياخده من هنا والدنيا تبقى تمام. لملي حاجات كتيرة قوي، مش عايزة اقول لكم قد ايه، وممكن يلم اكتر من كده بكتير جدا. وكان بس يعني كنت محتاجة حد يركبهولي او يساعدني في تركيبه مش اكتر. وانا بقى ايه يعني اظبطه بمعرفتي. بصوا بقى خد حاجات قد ايه. هركنه هنا في البلكونة دي، هي البلكونة دي عندي تحت هي ضلة، ما بيجيش يعني متغطية، ما بيجيهاش شمس كتيرة. فانا يعني هحطه هنا كده في جنب الجزامة دي، في الركن ده كده. حلو وجميل ما شاء الله، يعني دولاب لملي كل الكركبة ويلم اكتر من كده كمان. ممكن احط فيه، يعني انا حطيت فيه الحاجات اللي هي ناخدها واحنا ماشيين، دي شنطة مدرسة، ده جاكيت تقيل، ده بين باج عايزين مثلا نقعد عليه بره كده. بس انا لقيت بقى ايه، ان انا ممكن اجيب دبوس او حاجة واشبك عشان التراب برضو يعني ما يأذيليش الحاجات اللي جواه. هو من الركنة تحس انه بيبانوا اللي هي الستاير دي راحت في مكان شوية كده. فحبيت ان انا يعني اجيب دبوس او حاجة صغيرة واشبك بس البيبان دي شبكة بسيطة كده، بحيث انه يعني يجي على بعضه ويبقى مقفول من تراب او اي حاجة. فكان فكرته حلوة قوي، شكله حلو يعني، مش كركبة بقى يعني، شكله حلو ونضيف قوي. عارفين البيبان دي لو كان ليها سوستة كانت بقت افضل يعني. بفكر والله اعمل الابواب بتاعته دي يعني سوستة كبيرة كده، افتح واقفل، فهيبقى احسن. ودي فكرة خطرت في بالي وانا بركبه وبعمله. فان شاء الله ان شاء الله يعني هاخد الكفر بتاعه ده، هو بيتشال كده، واروح لحد يركب لي سوست من الجوانب وسوست من قدام، بحيث ان يبقى محمي من اي حاجة. زي ما انتوا شايفين وضعه ده. بس هنا بقى شبكته بحاجة كده دبوس او حاجة لغاية ما يعني ما نفذ فكرة السوستة دي، ويبقى حلو خالص. بصوا شكله جميل خالص ولميلي حاجات كتير وتمام التمام. انا كنت بفكر بصراحة اخرجه من زمان، بس سبحان الله يعني لما جه وقته فخلاص خرج وبقى شكله يعني حلو وتمام التمام. بصوا، يعني انا عايزة ايه اوريكم حلو جميل.
يلا بينا بقى نشوف النهارده هنعمل غدانا ايه. هنعمل حاجه اسمها ملضومه حلوه قوي، يعني ولادك هيحبوها جدا ومن شكلها اصلا، يعني ولادك هيحبوها من شكلها كمان، وطعمها جميل، ويعني مش هقولك هي اكله كده كلها على بعضها حلوه. انا معايا لحمه مفرومه، هحط لها شويه بس فلفل اسود، وشويه بهارات، شويه ملح، ولو عندك زعتر ناشف ممكن تحط لها شويه. وابدا بقى ايه، اقلب اللحمه المفرومه دي في كل البهارات اللي انا حطيتها عليها دي. وكمان مقطعه طماطم حلقات، ومقطعه بصل حلقات، وبتنجان حلقات. بس البصل والبتنجان انا محمراهم في الزيت، يعني لو تاخدوا بالكم هم متحمرين. هنا بقى هنعمل حاجة شكلها، هي بصوا من اسمها ملضومة، وهي يعني اسمها هو نفس يعني نفس الشكل بتاعها، هي ملضومة في بعضها كده. يعني هنحط مرة شريحة بطاطس، مرة شريحة بتنجان، مرة شريحة طماطم، وهنلف كده بالترتيب كده يعني. ونعمل كمان اللحمة برجر، نكور اللحمة كده ونعملها زي البرجر كده، فيبقى بطاطس بتنجان طماطم برجراية لحمة. الأكلة دي يعني مثلا لخمس أفراد زينا كده مش هتعمليها بنص كيلو لحمة، يعني ممكن ما تاخدش كمان النص كيلو لحمة، بس فيها مكونات كتير طعمها حلو قوي. بصوا، وتمشي بالترتيب بقى ايا كان انت هتبدأي بايه او بتنتهي بايه، فهو تحطي ورا بعضه كده زي يعني حلقات حلقات كده، فيبقى شكلها حلو قوي وطعمها يعني مش هقول لكم حلوة جدا. فده كان غدانا النهارده. هعمل برضو مع الملضومة دي شوية رز بشعرية. هي الرز بشعرية بيبقى معاه حلو، فهي ممكن تعملي رز ابيض كمان. انا النهارده قررت ان انا هعمل لهم رز بشعريه. كمان الملضومه دي يعني ممكن مش ممكن، هي لازم يتحط لها، هي هتستوي بقى، عايزه حاجه تستوي فيها. هنضرب لها طماطمتين كده في الخلاط ونحطهم عليها وندخل الفرن، هيبقى حاجه يعني. ممكن نعمل الصنف ده مثلا لو في عزومه، يعني هتشرفك وتبقى حاجة يعني مشرفة كده، وشكلها حلو قوي، وطعمها أحلى من شكلها، وشكلها كمان أحلى من طعمها. بس كده هبدأ بقى. ممكن تعمليها في صينية مدورة عادي، يعني هتلفيها بنفس الشكل ده، ممكن تعمليها في القارب المستطيل زي ما أنا عملت كده. وهعمل بقى يعني كل القارب بنفس الشكل ده كده. يعني شريحة 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 برجراية. هتكوري وتبططي كده اللحمة برجراية، وتمشي زي ما قلتلك بقى بنفس النظام ده كده. هوريكم بقى بعد القارب بتاعي الحلو ده ما بقى خلاص اكتمل كده، اوريكم شكله بقى، شكله عظيم بصراحة، حلو قوي. بصوا بقى بعد الشكل ما اكتمل، وحطيت عليه انا الطماطم، طماطمتين بس مضروبين في الخلاط. هنا بقى حطيتها في الفرن وحمرت وشها طبعا، وطلعت من الفرن بالشكل ده. بصوا الجمال. وعملت شوية الرز بشعرية. يلا بينا بقى نغرف الأكل الجميل ده. هيعجبك جدا، يعني هيعجب الكبار وهيعجب أطفالك، وهيبقى حلو قوي ومغذي وفيه حاجات كتير. هغرف شوية رز بشعرية في كل طبق كده يعني للفرد. وكمان هناخد بقى ايه، هنغرف من قالب الملضومة ده كلها مع بعضها، يعني بطاطس مع بتنجان مع طماطم مع البرجراية اللحمة المفرومة دي، فكله يبقى ايه رول واحد كده. بصوا بقى الجمال. عايزاكم تجربوها صدقوني، يعني هتعجبكم جدا. هطلع كمان مرة كمان، يعني كمان رصة من دي كمان، يعني طلعت واحدة هطلع كمان واحدة. بصوا بقى شكلها في الطبق حلو قوي. جربوها بقى، عايزاكم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها وهتعتمدوها ولا ما عجبتكوش. بصوا الجمال، شكلها جميل وحلوة جدا.
بعد ما اتغدينا بقى كنت شاريه كده برتقان اللي هو الصيفي ده، قلت اخزنه يعني نخزن شويه كده. بحتاجهم لما مبقاش في موسم برتقان، مثلا نعمل كيك، نعمل عصير برتقان. هنا بقى شفت ناس تقعد تعصر بقى في عصير البرتقان ده وتعمل غلبه وتشقي نفسها. لا انا يعني ليا طريقه كده بخزنه فيها من السنه للسنه، بيفضل بنفس اللون اللي انتوا شايفينه ده. اجيب البرتقان واغسله كويس قوي، ويعني اشقها نصين كده، وبعدين اعبيها في اكياس، مش اكتر من كده. اعملي كل الكمية اللي معاكي بسرعة جدا ولا وقت ولا مجهود ولا تقعدي تعصري ولا اي حاجة. نصين كده عشان تضمني ان هي متلجة، يعني اتجمدت بشكل كويس قوي. هتطلعيها بس انتي بمجرد ما يعني هتخلي حواليها كده البرتقانة. لما تطلعيها من الفريزر هتخلي حوالين البرتقانة كده، هيطلع القشر لوحده، وتبداي تضربيها في خلاطك عادي جدا. هعمل كل الكمية اللي معايا بقى واعبيها في الاكياس زي ما شفتوا كده، وبطريقة سهلة جدا، ولا غلبة ولا اي حاجة. ممكن تعملي قفصين 3 برتقان يعني، ولا يهمك خالص. هنستخدمه بقى للكيك، هنستخدمه للعصير، هو هيطلع من الفريزر ما شاء الله بنفس لونه ونفس طعمه. يعني ساعات ولادي لما يعوزوا برتقان يطلعوا من ده من الفريزر ياكلوا. فلكي بقى انت تخيلي ان اللون ما اتغيرش ولا الطعم اتغير. هنا بقى خلصت كل الكمية اللي معايا دي، وزي ما قلت لك هتطلعي من الفريزر بس تشيلي القشرة كده، وتطلعي اللي جواها بس البرتقان، وتضربي في الخلاط. بس كده عملنا كل الكمية اللي معانا. وفيديو النهاردة خلص، ان شاء الله يكون عجبكم، واستنوني في فيديوهات تانية ان شاء الله تعجبكم اكتر واكتر. اشوفكم على خير، مع السلامة.